سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم من كتاب الأضواء. هنحل صفحة اختبر نفسك حتى الدرس الثاني، صفحة 191، صفحة اختبر نفسك حتى الدرس الثاني. تعالوا بينا نبدأ. هنا بيقول لي أي مما يلي يمثل 6 في 35. 6 طبعا لازم يكون فيه 6 وفي 5 وفي 30 في المسألة. 6 5 30، يبقى دي الإجابة الصحيحة. دي 3 غلط، دي 3 غلط، وديت المفروض تكون 5، لأن ال5 هنا في الآحاد ب5 هو كاتبها لك 50، فدي غلط، فدي لذلك دي الإجابة الصحيحة. السؤال التاني بيقول لي 9 في 7 زائد 50 زائد 300 بيساوي 9 في 7. أيوة 9 في 7 وبعد كده 9 في 50 وبعد كده 9 في 300. 9 في 50 وبعد كده 9 في 300، يعني التسعة تتوزع عليهم كلك، فلذلك اللي فاضل 9 في 50، الإجابة رقم د. والسؤال التالت بيقول لي إذا كانت 5 في 400 زائد 5 في 30 زائد 5 في 6 بيساوي الإيه في دولت، فإن قيمة الإيه. طبعا أنا عندي 6 مكتوبة وال30 وال400 فاضل ال5 تتكتب مرة واحدة بس عشان هي أصلا هتوزع عليهم، يبقى الإجابة 5. يبقى اللي بيتكرر ده احنا بناخده مرة واحدة بس. السؤال التاني أكمل ما يأتي. 5 في 1008. طيب 5 في 8 ب40، صفر ومعانا ال4. 5 في صفر بصفر، صفر زائد 4 4. 5 في صفر بصفر، والواحد في 5 ب5، يعني 5040. نفس الفكرة. 5 في 7 ب35، 5 ومعانا ال3. 7 في 8 ب56، 56 زائد 3 59، 9 ومعانا ال5. 2 في 7 ب14، 14 و5 19، يعني 1995. ونيجي للسؤال الثالث بيقول لي 4 في 39، يعني 4 في 9 زائد 4 في 30. هتقول لي ليه؟ الأربعة خلاص اتكتبت مرتين، فاضل عندك ال39. التسعة اتكتبت يبقى فاضل ال30. هتقول لي ده ما فاضل ال3، هقول لك لا، ما ال3 في العشرات لازم أن تكون 30. خلاص. طيب. السؤال الرابع بيقول لي مدرسة بها 8 فصول، كل فصل 39 تلميذ، فإن عدد التلاميذ الكلي بالمدرسة. هنضرب 8 في 39. 8 في 9 ب72، 2 ومعانا ال7. 3 في 8 24، 24 و7 31، يبقى 312 تلميذ. نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي وصل 7 في 72، ادي 7 وادي 72، يبقى دي 5 في 483، ادي ال5 ودي 483، ودي طبعا بديت. نيجي هنا 2415. بص 2415 224 214 و10 24 504. لو جمعنا دولت يبقى الناتج 504. وتعالوا بينا للسؤال الرابع. اقرأ ثم أجب. يستوعب الأتوبيس النهري 22 راكبا في الرحلة الواحدة. ما عدد الركاب الذين يمكن أن يحملهم الأتوبيس النهري خلال 5 رحلات. هنضرب 22 في 5. 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد. 2 في 5 ب10 وواحد 11، يبقى 110 راكبا. السؤال التاني بيقول لي اشترك 6 أشخاص في معرض، وفاز كل منهم بمبلغ 145 جنيها، فما المبلغ الكلي الذي فازوا به جميعا؟ هنضرب 145 في 6. 5 في 6 ب30، صفر ومعانا ال3. 4 في 6 ب24، 24 و3 27، 7 ومعانا ال2. الواحد في 6 ب6 و2 8، يعني 870 جنيها. كده نكون حلينا صفحة 191. صفحة مهمة جدا جدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. انتظروا بقى حل كتاب الأضواء للصف الرابع لابتدائي الترم الأول 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.